بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة معانا أول حاجة هنعملها مع بعض في رمضان بإذن الله. احنا دلوقتي بنعمل المحشي. معايا شوية زيت محترمين كده وعليهم بتاع 4 بصلات حلوين، هنحمرهم يتدبلوا بس كده، وابتدي اظبط الخلطه بتاعه المحشي. زي ما انتوا شايفين كده البصل على النار، عايزاه بس ياخد اللون الذهبي الخفيف. اول ما يبتدي يتلون كده احط البهارات عشان ريحتها تطلع وتبقى جميله. عباره عن ملح وفلفل وكمون وكزبره و7 بهارات وشويه نعناع. الاول انا بحب الخطوه دي جدا وبتفرق جامد في الطعم. البهارات بتطلع ريحه، وبتدي ريحه حلوه جدا لما بتتحط في الزيت الاول، مش على الصلصه. بتفرق كتير يا جماعه صدقوني. الاول هقلب البهارات كده لحد ما تطلع ريحتها وتبقى حلوه، وبعدين بنزل بعصير الطماطم. خلاص كده كده ظبطت الصلصه بتاعه المحشي، بهاراتها فيها والملح والفلفل وكل حاجه. هتبتدي بقى الصلصه دي تسبك كويس جدا، عايزاها تتسبك حلو قوي عشان ابتدي احط عليها الرز المغسول والخضره متقطعه ومتظبطه وزي الفل. كده خلاص معانا خلطه المحشي كده، طفيت عليها وخلصت. انا مش مولعه النار عليها، انا بقلب الصلصه على الرز والخضره. تمام كده. والحركه بقى الجامده بتاعتنا اللي بتدي تيست رائع، البصله النيه وعليها شويه فلفل بعد الخلطه ما تخلص. خلاص كده ظبطت خلطة المحشي. هنا معايا مية وجزراية وطماطماية وبصلاية وملح وفلفل وحبهان مطحون. انا بغلي المية هنا عشان اسلق الفراخ، واللي حطيته ده عود قرفة خشب بيودي الشوربة في حتة تانية في منتهى الجمال. عندي هنا سمنة على زيت بحط فيه بصلتين متقطعين خشن. انا مش عايزة البصل ده متقطع ناعم عشان هعمل بيه المرتة بتاعة الفراخ. البصل هنا متقطع عريض. هقعد اقلبه كده لحد ما ياخد اللون الشفاف الذهبي الفاتح خالص، وبحط له الاعشاب بتاعته، ورق لورا ورشة قرفة وفلفل وحبهان وملح. معانا هنا خلاص حشينا المحشي، الكرنب وورق العنب اتحشوا خلاص، والخلطة بتاعتهم زي الفل وجميلة. وهبتدي اسقيهم بالشوربة. هظبط الشوربة على المحشي مظبوط لحد اول صف كده، ما الشوربة ما تطولهوش. كلنا طبعا اساتذة وعارفين. هظبط الدنيا هنا كده. دي بقى خلاص كده المرتة معايا خلصت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ببتدي بقى اجيب الفرخة واحشيها كويس جدا. انا مورقه الجلد بتاع الفرخه وفصلاه عن الصدر، بحيث ان انا هحشي برضو بين الجلد. هحشي بين الجلد زي ما انتوا شايفين كده، احشيها كويس، يعني اكدسها بصل. المرتة دي بتدي طعم روعة، بتبقى صنف والله في منتهى الجمال. المرتة الدمياطي دي في منتهى الجمال والله. اهو كده بظبط الفرخة، بملاها كويس من الخلطة اللي موجودة عندي، واودي في الجناب هنا وهنا كده، املى كل الجلد من تحت. اهو بصوا شايفين بظبط الفرخة ازاي. هنا الفرخة كلها اتملت عندي، وبحشيها من جوه كويس جدا برضو بالبصل اللي موجود عندي. بقفلها طبعا بالخلة زي ما انتوا شايفين عشان البصل والخلطة ما تخرجش منها. وعلى النار طبعا كنا حاطين المية بتاعتها بالبصل بالحاجة بتغلي، بروح سقطاها في المية المغلية على طول. ودخلتها الفرن زي ما انتوا شايفين كده، خرجت في منتهى الجمال بعد ما اتسلقت. وخلاص كده المحشي معانا اهو، محشي الكرنب وكمان محشي ورق العنب. وكل سنة وانتوا طيبين، وتحياتي ليكم كلكم. لو عجبكم الفيديو ادوني بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة.